انا عارف انك زهقت من تمرين البول بتاعتك، عشان كده اقول لك تعالى اتمرن معايا تمرين البول. ولا ما نلعبش السحب العالي الامامي او اللات بول داون لانه بيشغل معظم عضلات الظهر، هنلعبه قارين وهو السحب الارضي بس بقبضه واحده بس. هنلعب سوبر ست 10 يمين و10 شمال من غير فتره راحه. نبدا تاني نلعب يمين شمال يمين شمال 4 مجاميع في 10 عدات. ثالث تمرين على جهاز السحب واحنا قاعدين، هنعصر واحنا طالعين لمده ثانيه وبعد كده نفرد ايدينا للاخر 4 مجاميع في 10 عدات. رابع تمرين وهو المجلس الفردي واكتر اداء بحبه ان احنا واحنا بنطلع بالدمبل قبضه ايدينا تبقى تحت بطننا وبعد كده ننزل بصوره عموديه 4 مجاميع في 10 عدات. خامس تمرين معانا وهو على جهاز السحب الارضي بس بقبضه واسعه 4 مجاميع في 12 عده. وبعد كده على فكره الكتف هنقعد على دكه البنج العالي زاويه 30 ونلعب 4 مجاميع في 20 عده ويستحسن وزن خفيف. نيجي عند الترباس هنبعد زاويه 30 ونعصر فوق وننزل بكل سهوله وزن خفيف تكرار. وعايز اقول لك ان ترباسك هيولع. اخر تمرين معانا هو تمرين القطنيه على جهاز القطنيه 4 مجاميع في 30 عده. نضيف بقى على البايسبس وهو تمرين معانا هو تمرين بالبار وانت واقف 4 مجاميع في 12 عده. بالنسبه لتاني تمرين هنلعب تجميع بالدمبل، هنطلع بنفس الاداء ده ونقوم لافين الريست بتاعنا وننزل عشان نستفيد بالعده السلبيه عشان نشغل الساعد معانا. ويلا بينا نفنش البايسبس وهنلعب على الكابل الارتكاز بالمسطره زي ما انتم شايفين 3 مجاميع في 10 عدات. انا عيني وارمه، بس حرفيا ما كانش ينفع استنى على الفيديو ده ان هو يتشاف والناس تتمرن التمرين ده وعائله تتمرن التمرين ده. يعني اخش ايه الجيم الظهر اطلع منه المغرب؟ ما ينفعش. مش كل تمارين البول العب كل التمارين دي. تاني حاجه ما ينفعش اتمرن تمارين عزل في تمارين البول، لان تمارين البول واسمها بول على فكره ما اسمهاش بول خلاص. لكن مش دي موضوعنا خالص. موضوعنا ان انا اخش اتمرن 17000 مجموعه على كل تمرينه، وهو اصلا العلم بيقول 4 مجموعات بس للعضلات الكبيره ومجموعتين للعضله الصغيره. ده اول بوينت. تاني بوينت ان انا اخش اتمرن البايسبس بعد ما اكون اتهرت حرفيا من تمارين الكتف وتمارين الظهر، وبعدين اتمرنها في الاخر. ما انا مش هقدر اتمرنها، هتكون اصلا اكزهاستد وهتكون ان هي اتهلكت خالص ما عادش فيها نفس. تالت حاجه بقى والاهم ان انا مش هتمرن كل التمارين دي عشان اتمرن تمارين البول كده اوفر تريننج، وكده مش هيبقى عندي اصلا وقت، وكده هخش في 3 4 ساعات في التمرين، كده ان انا مش هعرف اعمل استشفاء اساسا. ان انا بتمرن بوش بول ليجز بوش بول ليجز، يبقى قابلني لو عملت استشفاء ده انت كده هتخسر عضله وحش مش كده هتزيد. الفكره كلها مش بالكم بالكيف. يعني ما ينفعش اتمرن تمارين عزل في تمارين البول، اتمرن تمارين الكومباوند. يعني اتمرن تمرين بيشغل اكتر من عضله. تمرين بيشغل اكتر من عضله، ده بيشغل معايا مثلا الترابيس والظهر والكتف الخلفي، ويشغل معايا اللاتس، ويشغل معايا القطنيه كمان. فما اقعدش كل تمرين اخد لها تمرينه لوحدها في تمارين البول، مش كده الامور. وبعدين اتمرن 17000 ست ليه يعني عشان ايه؟ واتمرن تمارين الصغيره في الاخر. يعني خلاص انا مت كده. طب وفين تمارين الساعد؟ ما انت ما حطيتش تمارين ساعد كمان. بص يعني انت لو انت هتتمرن التمرينه ديت فربنا يكون في عونك، ولازم تكون رافع ابتريل او بتضرب منشطات او واخد هرمونات او مستغني عن جسمك عموما. لكن لو عايز تتمرن بول الموضوع سهل وبسيط. كل اللي انت هتتمرنه 4 تمارين وتمرينتين بس للعضله الصغيره. انا طالع انصحك ومش طالع اهاجم حد. الفكره كلها ان التمارين دي صعبه قوي انك تتمرنها وتاخد منك وقت كبير قوي، ده غير الاستشفاء اللي مش هتقدر عليه، ده غير ان انت مش هتقدر تجمع كل التمارين وهتلعب لي بوزن خفيف وتلعب لي تمارين عزل. طب وغير ان انت ممكن تاخد لي سوبر ست في دروب ست وانت اساسا الاستشفاء بتاعك على الله. فخلينا كده نقول لك بسرعه كده، وهعمل لك لو انت عايز نعمل لك فيديوهات على البوش بول ليج عناية الاثنين. اول حاجه انت هتتمرن تمارين كومباوند، والتمارين كومباوند بتشغل اكتر من عضله، فهتسخن كويس وبعدين تطلع تتمرن البول اب. البول اب بتشغل معايا اكتر من ماسلز، منها الكتف الخلفي والبايسبس كعضلات مساعده والساعد. بتشغل معايا كمان التيرز ماينور والتيرز مايجور. عشان تفهم معايا بتشغل معايا الظهر كله تمام. بعد كده هتنزل خد لي ديد. الديد ليفت بقى فيها وحش، فيها كل التمارين اللي انت عايزها وتقدر تزود فيها اوزان وتبقى وحش فيها. بعد كده تقوم داخل لي على التي بار او التشيست سبورتر اللي هو التمرين اللي قدامك ده. التمرين ده برده بيشغل معاك الكتف الخلفي والظهر واللاتس وكل التمارين دي. بعدين تخش تلعب بقى البايسبس في النص، ما تلعبلهاش في الاخر تكون هي ماتت اصلا. العب لي مثلا بار او العب لي دمبل تبادلي تمام. وبعد كده وحش يقوم واخد لي مجموعه ترابيس وسلام عليكم. ايه يا عم احنا كتير قوي وحش كتير قوي.